والا قسما بالله هطلع اقول اللي حصل ما بيني وبينكم والعالم كله يشهد. هو ايه السبب الحقيقي اللي خلى اسبانيا فجأة كده تقرر ترحل محمد علي بعد ما كانت متمسكة بيه وقالت ان الراجل ده ما ينفعش يترحل؟ فايه السر اللي شاله محمد علي وبيهدد بيه اسبانيا، وايه اللي عمله خلاهم ياخدوا قرار الترحيل؟ اسمع كلامه الاول بعد كده هفهمك كل حاجة. انا هحارب الحكومة الاسبانية والقضاء الاسباني وعايز العالم كله يشهد على اللي بيني وبين اسبانيا. انا ما كنتش احب ان احنا نوصل للمرحلة دي، ولكن للأسف اسبانيا هتوصلني زي ما مصر وصلتني للمرحلة دي، وانا عمري ما هسيب حقي حتى لو هموت. انا بتنازل احيانا عن حقي، لكن الحاجة اللي تخصني بالدرجة الاولى اللي تخص ولادي وتخص حياتي، لا لا لا، انا اسف يا اسبانيا. اتمنى ان الاسبان زي ما سمعوني وترجموا كلامي بالاسباني عشان يعرفوا انا بقول ايه وادوني حكم بعدم الترحيل، اتمنى ان اسبانيا تكمل القانون ويبقى فيه عدل هنا، والا قسما بالله هطلع اقول اللي حصل ما بيني وبينكم والعالم كله يشهد. انتوا اللي غلط ولا انا اللي غلط؟ يا حكومة اسبانيا ويا قضاء اسباني. بناء عن العربية سكاي نيوز، اسبانيا بتتهم محمد علي بغسيل الاموال والتهرب الضريبي، وبتقول انه دخل اوروبا مئات الاف اليوروهات، ومن ضمن الفلوس المتهربة دي صرف على الشاليه بتاعه لوحده حوالي 1.5 مليون يورو. فايه بقى السر اللي محمد علي مخبيه ده اللي لسه هنكتشفه.